بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض كده تزيين تورته كده سهله وبسيطه بطريقه سهله جدا. هنعملها نص فاكهه ونص شوكولاته زي ما انتم شايفين كده. يا رب الطريقه تعجبكم، وما تنسوش بقى اللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم اي فيديو جديد انزله ان شاء الله. انا كنت مجهزه الكيك من قبل، هسيب لكم ان شاء الله المقادير في صندوق الوصف. وهنحط كده قطعه كريمه كده على القاعده. ده قاعده مقاس 26 والتورته مقاس 24. وضربت كوباية ونص كريم شانتيه على كوبايتين مية فيها تلج، عليها ربع كوباية سكر، او اكتر من ربع شوية على حسب انت بتحب الكريمة طعمها ايه، ومعلقتين كريمة باستري والمية، ونضربهم لما يوصلوا للقوام ده كده. نحط بقى كده اول طبقة من الكيك. انا كنت عاملة الكيك ده في صاج، عشان كده مقطعة التدورات ديت مش كاملة يعني. فانا كنت مطلعة الطبقات من صاج. تمام. حشيت بقى بالشكل ده كده، وكل طبقة اسقيها بسراب خفيف. وهسقي بقى وهعمل في الحشو كده جلو فراولة. لو حابة تحشي جلو شوكولاتة مفيش مشكلة. انا حطيت الطبقة اللي في النص كيك شوكولاتة، بس هي الكاكاو كان قليل فيه شوية، فالدرجة ما كانتش فاتحة يعني، ما كانتش غامقة قوي معايا. تمام. حطيت كده تاني طبقة كريمة، وافردها بقى بالسباتولا بالشكل ده كده، او بالطرنش اللي انا بشغالة بيه ده. وهحط كده طبقة جيلو طبقة جيلو بالشكل ده كده، واحط اخر طبقة كيك بقى، وابتدي اجلس التورته. تمام. بالشكل ده كده. انا الكيك عشان مطلعاه من صاج بيطلع منه الطبقات دي كده، فمش مشكلة خالص. الصاج بيطلع معايا في طبقات من الكيك ما بتبقاش متساوية، بس مفيش مشكلة خالص. هو لازم الصاج بيعمل معانا كده. المصانع وكل الحاجات المحلات الكبيرة بتشتغل التورت من صيجان، فمفيش مشكلة خالص. حطيت بقى اخر طبقة كده، وهجلس بقى التورته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بس لازم اسقي سيرب خفيف الاول قبل اي حاجة، عشان الكيك يبقى طري كده معايا ويبقى طعمه حلو. تمام. هجلس بقى التورته كلها من الجوانب بالشكل ده كده. نجلسها بقى بكيس الحلواني، ونقفل بقى الكيك كويس قوي. انا كنت عامله الكيك ده 4 طبقات، لان الطبقات ما كانتش عاليه قوي، فكنت عاملاها 4 طبقات. تمام. لو تلاحظوا انا حطيت 3 طبقات، والطبقه اللي فوق شوكولاته، لان الكيك ما كانش عالي قوي معايا، رغم ان هي المقادير اللي بعمل بيها كل مره. بس هي بتبقى تصادف بقى ساعات كده الكيك ما بيظبطش قوي. مش ما بيظبطش ان هو بايظ، لا، ان هو ما بيعلاش قوي زي العادي بتاعه. تمام. جلستها بقى ودخلتها التلاجة شوية، وبعدين حطيت على نصها جناش شوكولاتة بالشكل ده كده، وعملت دربات بالشوكولاتة على داير التورته كلها. وهقسم الكيك بالنص بالكريمة بالشكل ده على شكل ضفيرة، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. هو الفيديو شارح نفسه. ولفيت كده النص الفانيليا بالكريمة عشان هحط فيها فاكهة، والنص التاني هسيبه بالشوكولاتة زي ما انتوا شايفين كده. هلف بقى داير التورته برضو من تحت بالكريمة بالشكل ده. اللي وصل لحد هنا بقى، يا ريت ما تنسونوش في اللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اي فيديو جديد انزله ان شاء الله. وما تنسوش تقولي لي رايكم في تزيين تورته النهارده ايه. يا رب تعجبكم، لان الفيديو ده اصلا عندي من زمان قوي على التليفون. انا كان عندي فيديوهات كتير على التليفون من زمان، وكنت بنسى انزلها، او بمعنى اصح انا كنت بصور الجديد بقى اما انزلها الجديد وسايبه القديم. حتى لو تلاحظوا التصوير يعني متغير شويه عن التصوير بتاع الايام دي. بس انا قلت بدل ما احذفهم بقى انزلهم، بدل ما احذفهم يعني خساره وكده، فقلت اما انزلهم كتغيير يعني. انا كده كتبت على النص الشوكولاته الاسم المطلوب، وعملت كده روزيتات بمربى الحليب، وحطيت كده الشوكولاته اللي هي الملويه ديت، ولمعتها بدست ذهبي. وقطعت كده تفاح حطيته على نص الفاكهه بالشكل ده كده، قطعت شرايح كده رفيعه وحطيته. اي فاكهه موجوده عندك بقى ممكن تحطيها في النص الفاكهه ده، طالما هتعمليها بفاكهه. اي فاكهه موجوده عندك يعني تقطعها وتحطيها. طالما حطينا التفاح بقى لازم نلمع بجير التلميع كده على طول، عشان التفاح اكتر حاجه بتسود معايا بسرعه. تمام. تمام تمام. بالشكل ده كده. اليومين دول موجود فراولة وموجود فاكهة كتير، ممكن تحطي بقى اي فاكهة موجودة عندك تحطيها. انا حطيت تفاح، وحطيت مانجا كانت عندي في الفريزر، وحطيت كده عملت شريحة من التفاح، بس للأسف ما بنتش في التصوير. عملتها كده ولفتها على بعضها زي المروحة كده، ولازم ألمعها. أنا بمسكها بس عما بلمعها، لأن هي مش ماسكة نفسها قوي، ممكن تتفك وأنا بضغط عليها بالفرشة. وعملت بقى الجناحين اللي هما زي بتاع العصفورة دول اللي هما بتاع التفاحة، وحطيت كده كريز،
وحطيت عنب كده احمر يكسر اللون شويه. وايه رايكم بقى في تورته النهارده؟ شايفين ما شاء الله جميله جدا ازاي؟ يا رب تعجبكم. بسيطه وسهله وما خدتش مني وقت ولا خدت مني حاجه. شايفين ما شاء الله اللهم بارك. ما تنسوش بقى تقولوا رايكم في الكومنتات على تورته النهارده ايه، وما تنسوش اللايك وتشتركوا في القناه عشان يوصلكوا اي فيديو جديد ان شاء الله هنزله، وتفعلوا الجرس. شايفين اللهم بارك. يا رب تعجبكم. استنوني في فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.